صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم يا الأحباب، واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة والعافية، كبيركم وصغيركم. اليوم نكملوا حلويات العيد، إن شاء الله تعجبكم. هذه حلوة جافة، ما فيهاش مكونات بزاف. أنا درت مقدار صغير، نتوما بهذه المقادير زودوها. هذا ما كان. نبداو بالمكونات ونبداو بالوصفة. شاهدوا الفيديو إلى الأخير المشاهدين الكرام، ونبداو على بركة الله. بسم الله. نبداو بسم الله. عندنا 2 كيلات الفرينة، والكيلة الثالثة نديرلها نص كاوكاو نص فرينة. عندي هنايا زبدة، وعندي لهنايا السكر والزيت والبيض والقرفة. قرفة ما نقدروش نعوضوها، اما الزيت والزبده اما نديرهم في 3 زيت وسمن وزبده، ولا كيما راهي هكذايا. ما تقدروش تنحوا الزبده، لازم تكون فيه الزبده. هنا عندنا الملح، وعندنا الخميره تاع الخبز والكاوكاو تاعي اللي جبته بقشورو وحمصته. وقبل ما نحيه من فوق النار نديرلو شويه لا لوفور تحميصه يا ربي ميم با 5 دقائق وتنحيه. نبداو على بركه الله. بسم الله. نجيبو الكاوكاو تاعي نحطوه هنا. انايا جاني سواسوه. نزيد ندير هنايا الفرينه. بسم الله. والكاوكاو تحبوا تعوضوه باللوز، تحبوا تعوضوه بالجوز، حسب الذوق تاعكم، لكن هذه الحلوه تجي احسن بالكاوكاو. الفرينه دوكايا انايا نطلع حتى للفوق لاخاطش تجي الكاس مملوء كيما هكذايا. خلاص كيما راكم تشوفوا هكذا يجي هكذايا. بسم الله. بالطبع لازم نديروا له رشه تاع الملح. هنايا نزيد السكر. هنايا انا وزنته من قبل. هنايا ديروا السكر ناقص 2 صباعتين باش ما تجينيش الحلوه بزاف حلوه، على جال الوالديه ما لازملهمش السكر بزاف. هنايا نديروا القرفه تاعنيك. بسم الله. هي القرفه تحب مغرفه كبيره، الا درتو كونتيتي كبيره لازم ديروا مغرفه كامله تاع المرقه اللي تاكلوا بها. هكذا تكون بومبي. هذه الحلوه اللي يحبوها، اللي يحبوا القرفه تجيهم تانيك بنينه. هنايا نجوزو نحطو ليدام تاعي. بسم الله. قلنا نص كيلو زبده نص كيلو زيت هكذا. انا ندير ولا خصني نزيد لاخاطش كاين لي فارينات تشرب ليدام وكاين لي لا. نخلطها شويه باش تتخلط مع الزيت. هنا الحبه تاع البيض نفصلها. بسم الله. البيض نخليه نخدم به من بعد،
والاصفر نديرو في لاباط تاعي هكذايا. بسم الله. ما تخافوش الحبه تاع البيض مش حطيب لاخاطش سمن الزبده تاعي بارده. بسم الله. نبدا نحط اليدين بالعقل ونحرك. لازم تحركوا كاع المكونات. هكذا. هذا القطع تاعنا راهو داير حاله برا. لازم نضيف اليدين بالعقل باش يدخل لك في الفرينه ومكونات كامل مليح. وانتي راكي تبسي في الكاطو تاعك. صدقوني هذه الكاطو يجي بزاف بنين ويجي خفيف ويجي تاني قطري. لازم نحطو كاع المكونات باش يجونا جوست مع الكاطو تاعنا ميكونش ناقص هكذا. بسم الله. واكيد انا كنت دائما نزيد لا لوفور مع الاخر مانيش نسيتها. انا عندي كميه ناقصه ما نديرش الباكي كومبلي ندير النص. دوك ما تقعدش هكذا لاخاطش دوك نزيدوا لها شويه تاع مزهر تتلم. اللي ما يحبش المزهر يقدر يدير الحليب يجي بنين في الكاطو هكذا. نزيد لها الخماره ونزيد نكمل نحكها. الا شتا نقصت لها شويه ليدام نزيد لها غير مغرفه صغيره ما تزيدولهاش بزاف كبيره في هذه الكميه. ولا كانت كميه كبيره نتوما واش تكون في يديكم زيدوا لها باش تجيكم هشيشه الكاطو تاعكم. مع دوكايا اللوز راهو بزاف طالع والكاوكاو تاعك زاد تطلع. لازم نديرو بكميات صغيره. انا تنشيتهم من قبل ما يطلع وجدت كاع المكونات عباكم في رمضان نسحقوا هذا كاوكاو هذا اللوز لا لوفور وجدتهم كاع قبل ما رمضان. وكما قلت لكم الكاوكاو واللوز توجدوهم من قبل ماشي حتى دقيقه الاخرانيه. سمحوا لي هذا الكلب تاع جانا كل ما نجي نصور يبدا ينبح حاشاكم. خلاص هكذايا نكتفي بها. دوك نجي نحط لها المزهر ان شاء الله. المزهر نحطو بالكميات صغيره خاطر على بالكم راهي فيها ليدام تمتم يتشد هنا يا ربي. شتو قيس غرفه كبيره برك. هاي شوفوا تلمت. هاي بسم الله. والنكهه لهنايا ما شاء الله ما شاء الله تاع القرفه وزيد تاع الكاوكاو اللي حمصته بشويه لافاني. في الكاوكاو في هذه الوصفه ما تكتروش لافاني ديروا غير شويه لاخاطش النكهه راهي في القرفه. وكنت تشوفوني راني ندير غير بصبعتيه ما تعجنوهاش. زيد لها شويه برك يا ربي نص مغرفه صغيره. نشوف
كل وحدة الفرينات تاعها. كاين اللي يتشرب اللي يدام، وكاين اللي يتشرب تانيك المزهر. صافي ما نقدرش نمد لكم اكزاكت الماء شحال، ولا زعما نقولوا اللي يدام ولا المزهر. انا هادية دخلت لي مغرفة كبيرة ونص، نتوما بالك تدخلكم 2 3. المهم انايا هذه هي القوام اللي راني نحوس عليه باش من بعد نشكل بها الكاطو تاعي. شوفوا هنايا كيفاش جات اللون تاعها، هذا اللون تاع القرفة عادي. هنايا دوكا انا نغطيها بان ساشي وبطرشونه، يا ربي 5 دقائق ما بيد نمسح الطابله تاعي ونحيد كلش، ونشكلوا الكاطو تاعنا معاكم ان شاء الله. لاباط تاعنا استريحت، انا غطيتها هاي شاربه الماء مليح. نبداو نشكلو. بسم الله. نحطوها هكاك بالساشي باش ما يبسولناش. والتشكيل كل وحده ولا كل واحد كيفاش يحب يشكلها. انا حنديرهم هليلات، ما ديروش الكاطو تاعكم بزاف كبير، خاطش هذا تاع العيد برك. كي تكون مناسبة كبروا شوية، مناسبة تاع زواج ولا ختانة ولا خطبة ولا الكاطو يجي خير كبير باش يبان في الطبسي بزاف شباب. بصح كي يكون هكذا تاع عيد ولا من الأحسن نديروه صغير باش هذيك الحبة يكملوها ياكلوها. هنايا ديروه بومبي كيما تشارك العريان، ديروه هنايا شويه بومبي، وهنايا ما تخلوهش رقيق باش ما يتحرق لكمش. انا حنديرهم هليلات هكذايا، ما نغلقوهمش لداخل. بسم الله. نجيب بياض البيض تاعي وندهن كاع الحبه هكذا. هذه العمليه يقدروا مام ولادكم صغار يقدروا يديروها هكذا، يعاونوكم ومام يلتهاو خير. هنايا انا درت كاوكاو، ما حمصتو ما والو، نورمال رحيتو برك. هنا ندير هكذا اسمحوا لي. وتقدروا ترفدوها بالساهل هكذا تجي، ولا تقدروا ديروا كيما انايا وجدت تانيك السكر، تقدروا ديروا نص كاوكاو ونص سكر، ولا تحبوا ديروها غير بالسكر. الذوق تاعكم، التشكيله تاعكم اللي حبيتوها نتوما. هنا في الصينيه نعاود نسقمها هكذا، ولا تحبوا ترمضوها ديريكت لهنا داخل. انا ما حبيتش نديرها ديريكت باش ما تاخذليش بزاف الكاوكاو، لخاطرش لهنا او فيه داخل الكاوكاو تسمى ما يجيش بزاف. هنا لي بول نديرهم 25 20 ما يزيدوش بركات. ولا حبيتو نتوما الشكل اللي حبيتوه تقدروا تشكلوه. انا درتو هليلات وانتوما شكلوا لي يعجبكم. بسم الله. شفتوا الكميه اللي درتها دوك تخرج لي الله يبارك كميه ما لباس بها، يقطع مليح. نعاودو هنايا عفوا ندير مليح الحبه بونجي هكا يدي نديرها لداخل وبعد نحطها الكاكاو.
هاي مرحبا، نحطها، ما تخافوش ما تتكسر لكم، ما يصرى لها والو. هاي دوكا أنا نكمل قاع الحبات إن شاء الله، ومن بعداتيك ندخلها ترجع اللون تاعها ذهبي، ما تحمرهاش بزاف، لازم تعسوها. الفرن تاعكم إذا كان فونتيلي لازم يكون 180 درجة، ولمدة يا ربي 10 دقايق ربع ساعة، ما تزيدش لاخاطش تمتم ما يطيب. أنا عندي الفوغ عادي، تسما نعسها نشوفها تحمر من تحت، نعاود نشعلها من الفوقة باش تانيك يحمر لي من الفوق، وإن شاء الله تشوفوها في طاولة التقديم بإذن الله. هذا هو الشكل الأخير للجاتو تاعي اللي كانت حلوة جافة بالقرفة. تاع بالقرفة تجي بزاف بنين في الحلويات. شوفوا الشكل تاعو، مم تحميرة عادية ذهبية كما راك تشوفوا. وهنايا نقلبه لكم، هذه هي التحميرة اللي لازم تكون. لازم هذا الجاتو تعسوه من تحت باش ما يحمر لكم، لاخا فيه القرفة ما يبانش بزاف. شفتوا كيما درت لكم هذا الشكل اللي بالكاوكاو، درته من الفوق، ودرت تانيك هذا الشكل. هذه هي كما راكم تلاحظوا. هنايا الشكل تاعو اللي كنت نسحقه انايا، هادو التشققات هو اللي تعرفي باللي القطو تاعك جا بزاف مليح. وكاين اللي درتهم بالسكر هبطولي، ننصحكم ما ديروش بالسكر. من قبل كانت كي نديرو بالسكر كان يجيني نورمال، دوكا الفرينه تبدلت بزاف. وهنا روايح الله يبارك ما شاء الله راهي تعبق كاع الدار. مام الدراري عطيت لهم يذوقوا قريب ما قدرتش نصور لكم، داولي كاع الحبيبات بصحيحتهم. وانتم تانيك بصحتكم الى جربتوا الوصفة ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاعي. خاصة هذه الحلوة كانت اقتصادية وبسيطة في المكونات تاعها وتمتم توجدوها. في الأخير نقول لكم قاموس الأبيض وجدت معاكم حلوة بزاف بنينة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وانتظروني في فيديو جديد مع وصفة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم، سلام.